حالة من النحس لفريق برشلونة مش طبيعية في دوري أبطال أوروبا بعد السداسية الشهيرة اللي كانت قصاد باريس سان جيرمان من 9 سنين في 2017. بعدها عينك ما تشوف إلا النور بالنسبة للبلوجرانا. خروج صعب قصاد البيانكونيري في دور التمانية ساعتها، وبعدها في 2018 الريمونتادا الشهيرة لروما والثلاثية اللي كانت في ملعب أولمبيكو، وبعدها في 2019 ريمونتادة ليفربول الشهيرة في أنفيلد، وكلنا ما ننساش هدف أوريجي. وبعدها في 2020 برضو عينك ما تشوف الا النور والتمانية اللي جت من بايرن ميونخ لفريق برشلونة، وبعدها السقوط المدوي للبلوجرانا في 2021 اللي حصل له قصاد باريس سان جيرمان، وبعدها ظهوره في الدوري الأوروبي وخروجه الصعب قصاد فرانكفورت، وبعدها في دوري أبطال أوروبا في 2024 الخروج اللي كان عليه مليار علامة استفهام قصاد فريق باريس سان جيرمان، وفي 2025 الخروج الصعب جدا اللي كان قصاد النيراتزوري انتر ميلان. فريق برشلونة في حالة نحس مش طبيعية بينه وبين دوري أبطال أوروبا زي ما أنا ما قلت. واضح كده ان كلمة السر هنا في اتلتيكو مدريد، لان من اول 2016 من 10 سنين وخروجه في ربع النهائي قصاد الاتليتي، برضو اتلتيكو مدريد بيرسخ عقدته لفريق برشلونة، سواء كان في 2014 او 2016 او حتى اخرها في 2026. السؤال هنا فريق برشلونة العقدة اللي بينه وبين دوري أبطال أوروبا هتتفك إمتى؟ وهل يا ترى البلوجرانا هيوصل للقبه السادس في دوري أبطال أوروبا؟